جوج ديال المواضيع اللي كيهموا الهجومات ديال بعض الفرقاء السياسيين على التجمع الوطني الأحرار. واحد كيخص يعني الملف ديال المحروقات، واحد كيخص الملف ديال جودة ولا ديال القفة اللي كيتكلموا عليه. انا بغيت نقول لك ان هذاك الملف ديال 17% هو يعني تسييس كبير، يعني لواحد الملف من نهار اللي دخلنا في المفاوضات ديال تشكيل الحكومة في 2016 واستعملوه كسلاح، يعني الخصوم السياسيين كسلاح. هذا رقم اولا يمكن يقول لك انه كذوب، فيك نيوز. ما كاينش شي يعني ملف او شي رابور للجنه الاستطاعيه اللي كتخرج الرقم ديال 17 مليار. هادو جوج الوجوه، واحد البرلماني كيقول 17 مليار والوزير ديالو من الحزب كيقول لي هادشي راه ما كاينش، هادشي فيك نيوز، اللي هو عنده الحكمه واللي هو مكلف بهذا الدوسي. ثانيا هذاك الشخص ديال البرلمان تا هو عنده جوج الوجوه، كان رئيس ديال اللجنه، في داخل اللجنه كاين رابور وكاين المسائل اللي واضحه وما فيها والو، وكيخرج كيبدل الكولوار في وسط البرلمان ويعيط على واحد لو سيت ويقول لي شتي هذاك رابور فيه 17 مليار وهذا، ويستعمل القبه البرلمانيه باش يمشي وباش انا اسمح لي هذا كله ملف يعني انا بالنسبه لي سياسي محض، وما يمكنش لي ندخل في هذا الشيء اكثر، لانه اولا انا لا اسير مقاوله، انا كنحترم القانون، ما يمكنش يكون عندي الحق كنسير واحد المقاوله اللي هي كتنشط يعني كوميرسيالمون، يعني راه القانون واضح، وهذه المقاوله عندها المسيرين ديالها، وهذه المقاولات اللي هما كتار في الضرب، اللي هما كتار هما كاينين في الضرب، اذا انا ما عندي علاقه بهم، وإلا داو شي غلطه ولا كاين عندهم شي اشكاليه ولا هذا يضبوا راسهم. وكاين مؤسسات في هذه البلاد، والمؤسسه ديال لا كونساي دو لا كونكورونس راها خدامه في هذا الشان وكتبحث في هذا الشان، وغادي تخرج يعني بالخلاصات ديالها، وكل واحد غادي يتحمل يعني المسؤوليه ديالو. اذا لا علاقه لنا بهذا، وهذا سيتا فيك نيوز، وهذا يعني اش نقول لك، زعما هذا زيدوا على المال والسلطه باش كيعاودوا يكبوا زعما هذيك المال والسلطه. اون فان دو كونت كيقول لك يعني هما كيقولوا المال والسلطه ويقولوا هذا الشيء هذا كله، حنا كنقولوا بانه هادو اعداء النجاح، يعني الناس اللي في المسار المهني ديالهم نجحوا كيحاولوا يحاربوهم بعبارات سياسيه قويه اللي كتضرب في الدماغ واللي هي مستورده، اقول من مصر ومن تونس ومن عند الاخوان. يعني هادشي باش يكون واضح، اما لي رابور ما فيهم حتى شي حاجه.